ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما اتعودنا قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولايك وشير كتير علشان نجيب لكم دايما قصص حلوه. ويلا بينا نبدا المسلسل. بيبدا المسلسل مع شو وهو ماشي في الشارع ومعاه تورته، وبيقول لنفسه ان النهارده عيد ميلاده ال18، وبيكون في بنوته عربيه هتخبطها فبيلحقها والعربيه بتخبطه وبتجري وبيقع، وبيقول لنفسه ان امه مش هتهتم بعيد ميلاده زي اخوه وهيموت. وبيروحوا بيه المستشفى والدكتور بيقول انه نازف كتير وضغطه بيوطى، وشو بيسجل فويس نوت لمامته انه عمل حادثه وبيدخلوا بيه العمليات. والممرضه بتعرف الدكتور انه لو سمع صوت مامته هيكون عايز يعيش، بس مامته بتعرفه انه كذاب وهي دكتوره مش فاضيه. والممرضه بترن عليها وبتعرفها ان ابنها عمل حادثه، فبتكذبها وبتعرفها انه بيتظاهر عشان ما يعتذرش لاخوه وبتقفل. والدكتور بيعرفهم ان مفيش وقت ولازم يعملوا عمليه جراحيه دلوقتي. وشو بيقول في سره ان امه بتكرهه ومش لازم يعيش، وبيعرف الدكتور انه اتبرع بفلوسه ونبضه بيقف. فالدكتور بيعمل له انعاش، وشو بيسال نفسه يا ترى لو مات امه هتبطل تكرهه. وبيفتكر لما كان صغير يوم عيد ميلاده وامه قدمت له تورته وكانت لطيفه معاه، وقدمت لاخوه زيمو ودخلت، واخوه بيساله لو عايز ياخد امه منه، فرد عليه انه بيحبها، واخوه بيوقعه وبيقعد على الارض وبينادي على امه وبتساله ازاي يعمل في اخوه كده، فبيعرفها انه ما عملش حاجه ومش بتصدقه. وبتاخد اخوه بتعرفه انها ما كانتش تتوقع تجيب طفل شرير زيه ولازم يعتذر لاخوه. وبعدها الدكتور بيوقع على شهاده الوفاه، والممرضه بترن على امه فبترد عليها وبتكون مفكره ان هو بتعرفه انه لو ما اعتذرش لاخوه هتتبرى منه. فبيرد عليها الدكتور وبيعرفها ان اسمه تشانج ومن مستشفى بينج وابنها توفى، فبتساله لو هو اللي متفق معاه يقول كده، وبتطلب منه يخليه يكلمها. فبيرد عليها انه مات، وبتعرفه انه لو عايز يموت يموت. فبيرد عليها انها مستحيل تكون امه وبتقفل في وشه. والممرضين بيكونوا مصدومين ان دي امه واكيد اتوفى علشان مش قادر يعيش وانه نزف كتير. واخر كلمه قالها امي. وممرضه بتدي الدكتور استماره تبرع بالاعضاء، والدكتور بيتكلم انه فكر في انقاذ الناس وكان شاب كويس، وبيطلب منها تتصل بالمستشفى الخاصه بالتبرع. وبنشوف زيمو وهو قاعد بموبايله، وبتيجي امه وبنعرف ان اسمها لين، وبتعرفه انهم لقوا متبرع للقلب توفى في حادثه، وبيفرح انه مش هيفضل في المستشفى كتير، وبيعرفها ان الجراحه هتكلف كتير، وبتطمنه ما يشيلش هم، وبيعرفها انه لما يعمل العمليه كانها هي اللي ولدته، وبنعرف انها متبنياه. فبترد عليه انه ابنها، وبيطلب منها تخلي بالها من اخوه علشان ما يمشيش في طريق غلط. وبتفتكر لما كانوا في محل ولقت ملابس داخليه في شنطه شو، وبتساله ازاي يسرق، فبيحاول يفهمها انه ما سرقش حاجه. فبترمي زهريه وزيمو بيعرفوا ان مامته مش هتعرف تبص لحد من اللي عمله، فبيسال امه ليه مش راضيه تصدقه. وبترجع للواقع، وزيمو بينادلها وبتطلب منه ما يجيبلهاش سيره الكذاب ده، لانه قال الاسبوع اللي فات ان عنده انيميا والنهارده عمل حادثه. فبيرد عليها انه بيعمل كده علشان تهتم بيه، وبتعرفه انه لو كان عاقل زيه ما كانتش خلته يعيش في سكن. وبتطلع موبايلها علشان ترن عليه، لكن زيمو بيعرفها انه لو عمل حادثه كانت المدرسه قالت لها، فبتقتنع بكلامه وبترن عليه. فالدكتور بيعرفها انه مات ولازم تستلم الجثه، فبتتعصب وبتساله عايز فلوس كام عشان يبطل تمثيل، وبتقفل في وشه. وزيمو بيسالها ايه اللي حصل وبتعرفه، فبيقنعها ان الكلام ده لو صح كان الدكتور قال سبب مرضه وهي عالجته لانها افضل دكتوره جراحه، فبتقتنع. وبيتمنى شو يموت فعلا، وبيعرفها انه شاف شو في قهوه مع شباب النهارده، فبتتعصب لانه عديم الفايده، وبتديه فيزا فيها فلوس علشان عيد ميلاده قرب، وبتطلب منه يرتاح وهي هتروح تشوف المتبرع وبتمشي. وبعدها بنشوف الممرضين وهم بينقلوا جثه شو، وبيكون زيمو نازل من العربيه وبيشوفه وبيتاكد انه مات فعلا، والتقارير بتقع والممرضه مش بتاخد بالها، فبيروح يشوفها وبيتاكد ان السبب هي الحادثه. وبياخد موبايل شو، بيقرر ما يعرفش لين علشان ياخد املاكها وبيمشي. وبنشوف لين وهي ماشيه وبيجي لها دكتور، وبنعرف ان اسمه لاو، وبيديها معلومات المتبرع وبيعرفها انهم متطابقين. وبتيجي تشوف التقارير، بتجيلها مسج وبتشوفها وبتشتم شو، ولو بيسالها لو بتشتمه، فبترد عليه انها بتتكلم عن ابنها المستهتر اللي ماشي مع شله عيال فاسده والنهارده ضحك عليها وخلى حد يقول لها انه عمل حادثه، فبيطلب منها تهتم بيه لانهم كده في السن ده، وبتعرفه انه في سكن وبتدفع له مصاريفه، فبيطمنها انه كلهم كده، وبيستأذن يشوف المتبرع، وبتقرر تروح المدرسه. وبنشوف زيمو وهو رايح سكن شو بيقرر ما يعرفش لين حاجه، وبيدخل يشوف هدومه وبيرميها على الارض هي وصورته. وبتيجي المربيه وبتكون فاكراه شو، وبتلاقيه وبتساله هو ليه هنا، فبيعرفها ان اخوه هيسيب المدرسه، وبتساله ازاي لانه عنده امتحانات. وبيسمع صوت لين وبيهددها ما تتكلمش، وبيقرر انه ما يعرفهاش انه مات. وبيطلع لها وبتساله هو ليه هنا، فبيعرفها انه جه يخلي اخوه يعتذر لها بس ما لقاش هدومه وانه هرب. وبتساله ازاي يعمل كده رغم انها بتصرف عليه، فبيرد انه اكيد بيهزر وفتره وهيرجع ومش لازم تقلق عليه. وبيعرفوا ان الجراحه بتاعته جاهزه تتعمل، وبتطلب منه يروح المستشفى وبيمشوا. وبيروحوا المستشفى وبتطمنوا
انها هتعمل له العمليه بنفسها، فبيعرفها انه مش قلقان، وبيسالها لو في اخبار عن اخوه، فبترد عليه انه ما جاش يشوفه. وبييجوا الممرضات بجثه المتبرع وبتيجي تشوف شكله. زيمو بينادي عليها، فبتطلب من الممرضات يجهزوا العمليه، وبتطلب من الدكتور يخدر زيمو. وبتدخل العمليات والدكتور بيقرا التقارير وبيعرفها ان عنده 18 سنه وتوفى بسبب حادثه عربيه، بس جسمه ضعيف لانه كان عنده انيميا، وقرر يتبرع باعضائه كلها بعد وفاته. فبتتصدم انه عايز ينقذ حياه ناس تانية، وممرضه بتتكلم انه كان بيشتغل عشان يصرف على نفسه واهله سايبينه، وازاي امه تكون قاسيه كده. ولين بتعرفها ان امه ما تستحقش الامومه، والدكتور بيقرا اسمه وبتتصدم، والممرضه بتعرف ان ده اسم ابنها. ولين بتكشف وشه ومش بتتعرف عليه لانه رفيع، وبتعرفهم انه مش ابنها، وبتسرح. والدكتور بيطلب منها تبدا العمليه علشان الاعضاء ما تتلفش. وبعدها الممرضه بتعرف لين انه كان هيعيش لو هي انقذته، فبتطلب منها تحاسب على كلامها لانه توفى بسبب النزيف. وبتعرفهم الممرضه انه انقذ طفله صغيره وعربيه خبطته، والسواق هرب، وانه قرر يتبرع باعضائه بعد وفاته، دليل انه شاب كويس. وممرضه بترد عليها انه فارق الحياه بارادته. والدكتور بيسال ازاي طفل عنده 18 سنه يكون عايز يموت، وان اكيد اهله بيعاملوه وحش، وبيركز لعلامه في ايده وبيسالهم. ولين بتعرفه انها حرق، وبتركز وبتستغرب انها في نفس المكان عند شو، وبتفتكر فلاش باك لما كانت مروحه من شغلها وشو كان واقف على كرسي بيعمل اكل وزعقت له، وبعدها جالها بطبق اكل سخن، وزيمو زق الكوره والطبق وقع على شو واتحرق. ولين راحت المستشفى تعالج له الحرق وعرفها انه لما يكبر هيحميها. وبترجع للواقع وبتقول ان ده اكيد مش ابنها، وبتكمل العمليه لحد ما بتخلص، وبتطلب من الممرضين يودوا الاعضاء للمتبرعين وبتمشي. وبعدها بيدخلوا بزيمو بيعرفوها انه جاهز، وبتركز لملامحه وبتكون دايخه. والدكتور بيطلب منها يعمل العمليه وبتصمم تعملها، وبتبدا وبتخلص. والدكتور بيطلب منها ترتاح وهو هيكمل بقيه الاجراءات وبتوافق. وبعدها بنشوفها وهي واقفه مع لاو وبتطلب منه تشوف معلومات المتبرع، فبيرد عليها انها دكتوره وعارفه انه ما ينفعش، وبتطلب منه يساعدها لانها حاسه انه ابنها ونفس الحرق اللي في ايده. فبيسالها لو مش عارفه ابنها عايش ولا لا، فبترد عليه ان ابنها هرب من المدرسه ومش عارفه توصل له، وبتديله عينه للحمض النووي يحللها. فبيوافق وبتطمن نفسها انه اكيد مش ابنها. وبنروح عند زيمو وبيكون قاعد بالموبايل، ولما بيحس ان لين داخله بيعمل نايم، وبتدخل وبتساله عامل ايه، فبيطمنها وبيشكرها على وقفتها جنبه. فبتعرفه انها امه وده واجبها. وبتساله لو شاف شو مع اصحابه فعلا، فبيسالها لو هي شاكه فيه، فبتقول له انها ما تقصدش. وبيعرفها ان شو لو رجع هو هيمشي، فبتطلب منه ينسى اللي اتقال، وبتلاحظ الموبايل اللي معاه فبيداريه. وبيعرفها ان اخوه مصيره راجع، وبيرن موبايلها وبيكلمها حد من دار الجنازات، وبيطلب منها تحضر جنازه شو وتستلم رماده. فبتتصدم وبتعرفه انه اكيد غلطان، وبيرد عليها ان ابنها مات في حادثه واتبرع باعضائه كلها ولازم تيجي تكمل بقيه الاجراءات. وبيقفل. فبتتصدم وبتسال زيمو لو شاف شو فعلا، فبيأكد لها انه شافه. فبترد عليه ان دار الجنازات مستحيل تغلط، وبتمشي وبيتغاظ. وبنروح دار الجنازات وبتوصل لين هناك وبتروح لمدير الدار وبتعرفه انها ام شو، فبيرد عليها انها افضل دكتوره جراحه، وبتساله لو متاكد ان شو توفى. وبيبص للتقارير وبيعرفها انه توفى في حادث واتبرع باعضائه كلها في مستشفى بينج، وطلبوا حد يستلم الجثه ومحدش استلمها فحرقوها. وبيشاور لها على الرماد تاخده بعد ما تخلص الاجراءات الرسميه. وبيجي زيمو وبيقول لها ان ده مش اخوه، فبتسكته وبيسالها ليه بتعامله بأسوأ. فبتعرفه انه كذب عليها لان شو عمل حادثه وقال لها انه شافه مع اصحابه ومش عايزاه يغلط فيه لانه مات. فبيرد انه ما كدبش عليها ودار الجنازات اكيد غلطت واخوه ما توفاش. وبيرد المدير انه مات وهو بينقذ طفله واتبرع باعضائه. وزيمو بيحاول يكدبه. وبيدخل واحد وبنعرف ان اسمه جاو، وبتساله لو يعرف شو، فبيعرفها انه صاحبه. وبتساله لو يعرف عنه حاجه، فبيرد عليها انه كان بيحتفظ بكل حاجه لنفسه. وبتحكي له انهم بيقولوا بانه مات، فبيرد ان ده مستحيل. وبيتكلم زيمو انه صاحب اخوه قال انه ما ماتش، وبيرد جو انه كان كويس. فبيأكد زيمو انه شافه، والمدير بيعرفهم انه مات، وبيرد عليه انه بيمثل وتمثيله ضعيف. فبيعرفهم ان التقارير معاه، وبتاخد لين التقارير وبتعرفه انها حقيقيه. فبيرد زيمو انه اكيد زورها. وبتساله عن الرماد وبيعرفها انه دقيق، وبتقتنع. وبيساله المدير يقصد ايه، فبيرد عليه انه تعاون مع شو علشان يضحك عليهم. ولين بتعرفه انه لو ما ظهرش مش هتسامحه. وبيرد المدير انها شافت التقرير، فبتعرفه انها سهل تتزور. وبتحرق الورقه، والمدير بيسالها لو مش مصدقه ان الموجود ده ابنها. وبيسال جو عن اسمه وان شو اتبرع له بكليته، وبيأكد على كلامه. فبيواسيه وبيطلب منه يدعي له. وزيمو بيصمم انه بيمثل، فبيحاول يثبت لهم انه مات. ولين بتتعصب وبتكسر كل حاجه، وبتتكلم انه لو ما ظهرش هتتبرى منه. والمدير بيعرفها ان ده رماد ابنها وبتكسره. وجو بيعيط وبيعرفها انها مستحيل تكون ام. وبتقول لين ان قدامه 3 دقايق لو ما ظهرش واعتذر هتقطع علاقتها بيه. وبيدخل له وبيديها نتيجه التحاليل، وبتتاكد انه ابنها. وبتتصدم، وزيمو بيكدبه. فبيعرفوا انه لو مش مصدق هيطلب له الشرطه. والمدير بيوافق وبيسكتهم جو، وبيطلب منهم يسكتوا. وبيغمى عليه والدكتور بيوديه المستشفى.
ولين بتقعد تعيط، وزيمو بيعرفها ان اخوه السبب، فبتزعق له لانه اتبرع له بقلبه، وبتدخل الشرطه وبتطلب من زيمو يسلم موبايل شو اللي خده لما التقارير وقعت من الممرضه، وبيعرفوه ان الكاميرات كانت جايباه. فالمدير بيساله ليه خبى موت اخوه، فبيرد انه ما يعرفش حاجه، وبيكلم لين فبتضربه بالقلم وبتعرفه انه كذاب، فبيقول لها انه ابنها، وبتعرفه انها ندمانه بانها اتبنته ومن النهارده يعيش لوحده. فبيمشي والشرطه بتطمنها انهم هيرجعوا حاجه شو، وبتلم رماد ابنها، وبيجي المدير بفخار تلمه فيه، وبتفضل تعيط وتعتذر لابنها، وبتسال المدير مين اللي عمل له الجنازه، وبيعرفها انه الدكتور تشانج، وان ابنها انقذ طفله وكانت اخلاقه عاليه. فبتساله ابنها قال ايه في كلماته الاخيره، وبيرد عليها انه كان عايزها تحضنه، وبتفتكر يوم عيد ميلاده وهو صغير لما حضنت زيمو وزعلت من شو وما حضنتهوش، وبترجع للواقع وبتقول ان لو في حياه تانية هتختاره وتعوضه. وبعدها بيرن موبايلها وبيكون الدكتور تشانج، وبيطلب منها تيجي تاخد موبايل شو، وبتروح له وبتعتذر، فبيعرفها انها كان لازم تعتذر لابنها اللي كان محتاجها وكان زمانه عايش، وبترد عليه انه كان بيتنمر على اخوه، فبيعرفها انه انقذ طفله واتبرع بكليته لصاحبه ودي مش اخلاقه، وبيديها الموبايل وبيعرفها انها ما تستاهلش تكون امه، وانها انتهكت حقوقه لما خرجت اعضائه كلها. فبتعرفه انه التقرير بانه يتبرع باعضائه كلها، وبتيجي توريه الورقه مش بتلاقيها، فبيعرفها انه هيدور ولو في اخبار هيرن عليها، وبيطلب كل الممرضين اللي كانوا معاه وقت وفاه شو. وبتروح لين سكن ابنها وبتندم انها سابته فيه 3 سنين، وبتفضل تعيط، وبتيجي المربيه وبتسالها عن شو لان زيمو قال انه ساب المدرسه وانه دايما بيتنمر على شو، فبتسالها يعني شو ما كانش بيتنمر على اخوه، فبترد عليها انه كان عاقل وكان بيراعي ظروف شغلها، وبتطلب منها تخليه يرجع للمدرسه، فبتعيط وبتعرفها انه توفى، فبتتصدم وبتعرفها انه كان بيشتغل علشان يجيب لها هديه، فبتتصدم وبتعيط، والمربيه بتعرفها انه كان بيحبها وبتسمعها ريكورداته وبتعيط، وبتفضل تعتذر له وبتسالها لو ساب السكن لان هدومه مش موجوده، فبترد عليها ان زيمو جه واخد كل حاجه وهددها علشان كده ما عرفتش تحكي لها المره اللي فاتت، وبتفتكر ان ليه مذكرات معاها وبتروح تجيبها لها، وبتلوم نفسها انها ظلمته وما كانتش بتصدقه، وبتجيلها المربيه وبتديها المذكرات وبتعرفها انها كانت محتفظه بيها، ولين بتفتحها وبيكون كاتب تاريخ انه رايح السكن ومش عايز يسيب البيت، وبتفتكر لما جابت لزيمو موبايل جديد وكان شو بيتمنى موبايل، وبتديه الموبايل القديم وبيشكرها وهو فرحان، وبتعرفها المربيه انه حب الموبايل لانه منها، وبتقرا تاريخ تاني لما اخوه اتهمه بسرقه الساعه بتاعته وامه عاقبته يركع يوم كامل من غير اكل، وموقف تاني انه سرق ملابس داخليه البنات، ولين بتعيط وبتتمنى تعوضه في حياه تانية. وتاني يوم بتروح مع زيمو بيته القديم وبيعرفها انه امه كانت هنا بس هي اتبنته وعوضته، وبيسال نفسه ليه ما وصلش، فبتعرفه انها هتطلع معاه، وبيرد انه هيطلع يدور على الشقه عشان مش فاكر، وبيتصل بحد وبيساله ما جاش ليه، فبيعرفه انه في الطريق وبيقفل معاه، وبتيجي واحده اسمها وانج وبتوقفها لين وبتسالها لو تعرف زيمو، وبتحكي لها وانج انه من غير امه وابوه كان بيلعب قمار بس سابه وهو صغير وعرف ست اكبر منه ب10 سنين وهرب معاها، فبتسالها يعني مش متوفي، وبترد عليها ان زيمو كان بيجي هنا يدي ابوه فلوس، فبتوريها لين صورته وبتاكد لها ان هو، وبتشتم فيه لانه كذاب، وبيجي ولد اسمه شياو وبتناديله وانج، وبتطلب منه يحكي للست عن زيمو وبتمشي، فبتساله لين لو يعرف زيمو، وبيسالها لو هي امه بالتبني، فبتساله لو يعرفها وبيقول لها لا بس عربيتها مألوفه وزيمو كان بيجي بيها ويدي لابوه فلوس، فبتتصدم لانه معهوش رخصه، وبيكمل كلامه انه بيتمنى يكون الوريث الوحيد ليها، وكان بيشتم واحد اسمه شو وبيتمنى يخبطه بالعربيه، وبيعرفها ان زيمو هددهم لو حد عرف هيقتلهم، وبيجي زيمو وبيساله بيعمل ايه، فبيمشي وبيعرفها ان شياو كذاب وما تصدقهوش، وبتفتكر لما كانت ماشيه مع زيمو وشو وراها وعرفها انه تعبان وما صدقتهوش، وفضلت توبخه، وبترجع للواقع وهي باصه لزيمو، فبيطلب منها تبص تشوف مين ده، وبتبص بتلاقيه ابو زيمو، وبنعرف ان اسمه جيان، وبتساله لو عايش، فبتفهم ان كلام الناس صح وكانت بتكذب ابنها وبتصدقه، فبيرد عليها ان ربنا منحه حياه تانية وفرحان انه قابلها، وبيعرفها زيمو ان ابوه عايز يتكلم معاها، فبتقول له يتكلم، وبيعرفها ان ربنا شفاه بعد العلاج وخاف يجيلها، فبتساله جاب فلوس منين، وبيرد عليها انه اشتغل وكان عليه ديون وسددها، وبيعرفها زيمو بان ابوه كان خايف يجيلها، وبيعرفها جيان انه معاه فلوس وجه يرجعها لها لقاها اتبنت ابنه، وزيمو بيطلب منهم يبقوا سوا، وبتعرفه انها موافقه وبكره هتعمل حفله ويعلنوا خطوبتهم، وبيفرحوا وبتطلب منه يخليه مع ابوه وبكره هتاخده، وبتتوعد لهم وبتمشي، وزيمو بيعرف ابوه انه فرحان بان كل حاجتها هتبقى ليهم، فبيرد عليه انها غبيه وبكره هيعرفوا، وبتكون لين شايفاهم وبتطلب من حد يتحرى عنهم، وبتعتذر لشو لانها غلطت بس اتعلمت وبتمشي، وبعدها بيجي لها اللي طلبت منه يتحرى عن زيمو وابوه، وعرفها ان جيان خدرها من 3 سنين عشان يتحرش بيها، وجوزها
وجوزها لحقها، وبتفتكر لما جوزها كان واقف مع جيان وسأله لو هو اللي خدر مراته، ولما لقاها جايه مثل ان جوزها ضربه علشان كان عايز يشوفها وهي بتضرب جوزها، وبترجع للواقع وبتعيط لانها مصدقتش جوزها اللي حبها، وبتسأله عرف ايه تاني، وبيرد عليها ان جيان يعرف ست عجوزه، وبيديها الصور وبيعرفها انه لما يلاقي حاجه جديده هيبعت لها، وبيمشي. وبتفضل تتوعد لجيان عشان تدمر حياتها، وبتلمح ورقه وبتشوفها وبتكون تقرير التبرع بالاعضاء بتاعه شو، وبتسأل ايه اللي جابها هنا، وبتربط الاحداث ببعض، وبتعرف ان زيمو هو اللي خدها، وبتفهم انه كان عارف بوفاته، وبتمشي. وبتروح للدكتور تشانج وبتوريه التقرير، وبيعرفها ان ده الاصلي اللي كان في ملف شو ووقع من الممرضه، وبيوريها فيديو لزيمو وهو بياخد التقرير، وبتفهم انه عدله وبتتوعد له. وبيجي معاه الحفل وبتطلب من المحامي يجيب نسخه تانية من الاقرار، وبيمشي. وبيوصل زيمو وجيان بيسالها لو راضيه عن الخطوبه، فبتعرفه ان عندها خبر كبير، وبيرد عليها ان اهم حاجه فرحته بيها، وبيعرفها زيمو انها صرفت فلوس كتير، فبترد عليه ان من النهارده مش هتصرف عليه جنيه، وكل الفلوس اللي خدها يرجعها. وبيتصدم وبيسالها ازاي لانه ابنها، وجيان بيقدم لها الورد، فبتتكلم بصوت عالي وبتعرف الناس انها ملهاش ابن اسمه زيمو، وعلاقتها معاه بالتبني انتهت. فبيسالها ازاي تقول كده في يوم خطوبتها هي وابوه، وبيجي المحامي بالاقرار وبترميه في وش زيمو، وبيفتحه وبيتصدم انها نهت علاقتها بيه. فبيسالها ليه، وبتعرفه انه عمل مكيده بينها وبين ابنها وما عرفهاش انه توفى، وكل ده وبيسالها ليه، وبيرد جيان ان اكيد في سوء تفاهم. فبتضربه بالقلم وبتعرفه انه خدرها هي وجوزها وهرب مع ست وساب لها ابنه تربيه، ده كله سوء تفاهم، وخدعها هو وابنه وهي مش هتسيبه يهرب. وبترميله الصور والناس بتفضل تشتم فيه هو وابنه، وزيمو بيزعق لهم وبيناديها بامه. فبتساله ازاي يتجرأ يناديها بامه، واكتر حاجه ندمت عليها انها صدقته وكدبت ابنها. فبيسالها ازاي تقارنه بشو، وبتضربه بالقلم وبتعرفه انه كذاب. فبيتظاهر ان قلبه بيوجعه، وبيعتذر لها لانها امه، وبيعمل نفسه واقع، وبتنزل على ركبتها وبتعرفه انه ما يعرفش كميه الوجع اللي ابنها مر بيها، وان المتبرع اللي اتبرع له كان ابنها. وبتعيط وبتوريه الاقرار انه وصى يتبرع بكليه مش باعضائه كلها، وهو لعب في التقرير. فبيحاول يستعطفها انه ما قصدش، وجيان بيعرفها ان ابنه عمل خير كتير، فبتعرفه انها هتبلغ الشرطه علشان لعب في التقارير. فبيفضل يتوسل وبيمثل انه اغمى عليه، وبتعلن انها ملهاش علاقه بزيمو من دلوقتي. والشرطه بتيجي تعرفها ان ابنها اتخبط بعربيتها، وبتتصدم وبيطلبوا منها تروح معاهم علشان يحققوا. فبتروح والناس بتتكلم انها خبطت ابنها وقتلته، وبتتظاهر وبيمشوا. وجيان بيطلب من زيمو يبطل تظاهر، وان الناس مشيت. فبيقوموا بيسالوا يعمل ايه، وبنكتشف ان هو اللي خبط شو، وبيعرف ابوه انه ما قصدش يقتله. فبيرد عليه ان الموت احسن له علشان يورثه، وما ينفعش حد يعرف ان هو اللي قتله. وبنروح عند لين في التحقيقات، وبيوروها صوره عربيتها، وان شو اتخبط وكان معاه تورته، والعربيه اللي خبطته عربيتها. وبيسالوها كانت فين وقت الحادثه، فبتعرفهم انها كانت بتعمل عمليه والمفاتيح في اوضه زيمو. وبتفتكر كلام شياو وبتعرفهم انه زيمو اللي ركب عربيتها. وبيسالوها لو متاكده لانه ما كملش 18 سنه، وبتعرفهم انه بيعرف يسوق. فبيطمنوها انهم هيحققوا، ولو وصلوا لحاجه هيبلغوها. وبتمشي، وفي طريقها بيرن حد عليها وبيعرفها ان الكاميرا لقطت ان عربيتها خبطت شو، وكاميرات البيت جابت زيمو وهو راكب عربيتها كتير. وبتفهم ان زيمو اللي قتل ابنها، وبتطلب منه يسلمه للشرطه، وبتفضل تتوعد له. وبنروح عند زيمو اللي بيكون في المستشفى وجيان معاه، فبيسالوا ليه جابوا المستشفى، وبيعرفوا انه مثل بالمرض وجابه هنا عشان محدش يشك فيهم. فبيطلب منه يحول له فلوس، وبيرد انه معهوش. فبيسالوا لو بيلعب قمار، وبيرد عليه ما يتدخلش. فبيعرفوا انه لو كان يعرف ان مش هيكون معاه فلوس كانت ظاهر بانه تعبان وابوه بيسكته، لان لو حد عرف هيروحوا في داهيه. وبنشوف لين وهي في اوضه الارشيف، وبتكون عايزه دليل، وبتجيب ملف يوم الحادثه، وبتدخل عليها الممرضه وبتسالها بتعمل ايه. فبترد عليها انها بتشوف حاجه. فبتعرفها الممرضه انها عارفه النظام ولازم تقدم طلب للمدير. وبتيجي تمشي موبايلها بيرن، وبتعرفها الممرضه ان زيمو في المستشفى وما دفعش الرسوم، وابوه طلب له ادويه ملهاش علاقه بالقلب. فبترد انها ملهاش علاقه بيه، وبتقفل. وبييجوا ظباط لزيمو وابوه معاه، وبيطلبوا منه يجي معاهم علشان يحققوا في الحادثه لانه مشتبه فيه. وابوه بيقول له يروح، بس بيفكر انه ممكن يتكشف، وبيوشوشه يتظاهر بالمرض، فبيعمل كده. وبيضطروا الظباط يمشوا وبيعرفوه انهم هيجوا له تاني، ومش مسموح له يمشي من المستشفى. ولين بتقابل لاو وبتساله لو زيمو زرع قلب فعلا، فبيرد انها عملت العمليه بنفسها. وبتشوف في تقرير الملف ان زيمو فصيله دمه او، وبتعرفه انها ايه. وبيتصدم وبيروحوا له، وبتطلب منه يفهمها، والدكتور مش بيلاقيه بيتنفس، وبيتصل بالطوارئ. والدكتور بيعرفها انهم انقذوه على اخر لحظه وعنده قصور في القلب. فبتسال ازاي ما اكتشفوش كده، وده معناه انه ما عملش فحوصات. وبتشوف مكان قلبه ومش بيكون فيه خياطه، وبتفهم انه ما دخلش عمليات وعايز يستولى على فلوسها. وبعدها بنشوف الشرطه وهم بيعرفوه انه مشتبه فيه، وبيرد ان شو يستاهل لانه اخد امه منه. والممرضه
بتعرفه ان شو ابن الدكتوره، فبيطلب منها تخليه يقابل لين، فبترفض وبتعرفه انها هتفضي الاوضه بتاعته علشان ما دفعش رسوم المستشفى، وبتمشي وبيطلب منهم يشوفها وبيكلبشوه. وجيان بيكون في الشارع وبيقول ان الغلط غلط ابنه والشرطه بتمسكه، وبنشوف لين وهي قاعده مع لاو وموبايلها بيرن، وبيرد وبيعرفها ان الشرطه قبضت على جيان وزيمو لانه تظاهر بالمرض وبدل نفسه بمريض تاني وهو قاتل ابنها. وبتتصدم لانها ربته 13 سنه، فبيقول لها خلي القانون ياخد مجراه، وبتنزف وبيغمى عليها وبيلحقها. وبتفوق وبتعرفها الممرضه انها كانت في غيبوبه 3 ايام، فبتقول لها انا شرحت ابني بايدي. والممرضه بتسالها لو كويسه، وبتروح تنادي لاو وبتقوم تفتح موبايل شو، ومش بتعرف وبتمشي وبيمسكها زيمو من ايديها وبيطلب منها تنقذه وانه عارف بغلطه وتعبان، فبترد عليه انها ظلمت ابنها ودي جزاته. وبتمشي وبيموت، والممرضه بتنادي على الدكاتره، وبتروح لين المقابر وبتحط ورده على قبر شو وبتعتذر له وبتعرفه انها تتمنى تكون امه في الحياه التانيه. وبيجي جو وبيسالها لو شو هيوافق انها تكون امه، وبيفتح الكرتونه اللي معاه وبيكون فيها شهادات تقدير، وبتفتكر لما جالها بشهاده وقالت له يذاكر اكتر، وزيمو خبطه وداس على الشهاده وقال لها انه زقه وهي زعقت له علشان زيمو مريض. وزيمو بيعرفها ان الشهاده دي بفلوس، وبتزعق له لانه كذب عليها، وبتطلب منه ما يدخلش شهادات من دي تاني البيت. وبترجع للواقع وبتعيط لانها ظلمته، وجو بيعرفها انه كان بيحبها ومعتز بيها، وبيديها وشاح وبيسالها لو فاكراه، وبتفتكر انه قدمه لها يوم عيد ميلاده وكسرت خاطره وطلبت منه ما يضيعش فلوسه في الحاجات دي. وبترجع للواقع وبتكون ندمانه، وجو بيحرق الوشاح وبتعيط وبتطلب منه يسيب حاجته، وبيتمنى يكون مع شو في الحياه التانيه وبيمشي. وبتقعد على قبره وبتعتذر له وبتعرفه انها ظلمته، وبتتمنى تكون امه في الحياه التانيه وتعوضه، وبتنزف من بقها وبتتخيل انه بينادلها، وبتطلب منه ياخدها معاه. وبنشوفهم مع بعض وفرحانين في الحياه التانيه، وبنعرف انها توفت وهي بتزوره في المقابر، وزيمو توفى بسبب قصور القلب في المستشفى، وجيان اتحكم عليه بالسجن المؤبد. وكده بيخلص المسلسل. سلام.